يا اهلا وسهلا بيكم يا ملوك التكنولوجيا. واليومين اللي فاتوا شفنا حاجه غريبه قوي انتشرت على السوشيال ميديا، حاجه بتعمل لك بيرسونال بورتريت، بترسمك رسمه بس مش فنان او ارتست او حد شاطر في الرسم بيرسمك، لا، الذكاء الاصطناعي بيقدر يحللك ويرسمك رسمه ذكيه قوي. لو انت فاكر الموضوع بينتهي على كده، احب اقولك انك فايتك معلومات كتير جدا، منها الشيق ومنها المخيف. خلينا بدون اي كلام كتير نتكلم على اللانزا اي اي والشات بوت اللي ظاهر حاليا الجديد. انا مدلعه صور، واخد له صوره وانا حالق، واخد له صوره وانا مش حالق، واخد له صوره وانا في الجيم، واخد له صوره وانا كل فاهم، في كل الاماكن، في كل اخدت له كل حاجه نفسه فيها، فاهم، كل حاجه، حالق مش حالق، عربيه، استوديو، اضاءه حلوه، اضاءه بايظه، مسافر، مستغرب، كل انواع الصور انا حطيتها له، فاهم. فاديت له هنا حاجات كتير قوي عشان يعرف انا مين ويتعرف عليا. خلاص خلصنا، نقول له done. دلوقتي هي امبورت الصور دي للاي اي انجن بتاعته بقى، هتشتغل وتطلع لنا حاجات خرافيه. اوكي، بيقول لي انت محتاج تدفع، بيقول لي انت عايز 50 صوره ولا 100 صوره ولا 200 صوره، 50 يونيك افاتار، 5 فاريشنز، 10 ستار. خلينا نروح لارخص واحده. لو طلع صور وحشه هتضايق قوي، واشرح لكم القصه وراء كل ده. يقول سات بيرتشيز سكسسفول. الله يخليك. هو خلص الابلود ولكن هياخد تقريبا 20 دقيقه عشان يبروسس الصور دي ويطلع منها. كميه البروسيسنج باور اللي الارتفيشال انتليجنس ده بيحتاجها عشان يطلع لك صور، سيرفر محترم، كمبيوتر كبير قوي، هياخد 20 دقيقه بروسيسنج عشان يطلع لك صور، فاهم. خليك يا شغال ونحكي قصه سريعه. فكره استخدام ارتفيشال انتليجنس او الاي اي عشان يطلع لك صور شكلها روش دي مش حاجه جديده، بس مؤخرا حصل تطور في الاي اي خلى كل الناس اللي هي مره واحده جت فوق ايه اللي حصل، ايه الهبل، ازاي الحاجات حلوه كده، ازاي الحاجات اكيرت كده. والكلام ده حصل بسبب حاجتين. عشان اشرح لكم الحاجه الاولانيه، خلينا كده نعمل زوم اوت شويه من لانزا اي اي والصور والحاجات دي، ونروح لشركه تسمى بتشات بوت. كلنا شفنا فكره التشات بوتس، انك تبعت لخدمه عملاء مش عارف بتاعت مين، تقول لهم مساء الخير، يقول لك مساء النور، انا اميجو التشات بوت بتاعك صاحبك هنا، لو عندك سؤال قول لنا واحنا هنرد عليك اوتوماتيك. فانت مثلا تبعت تقول له عندي مشكله في الراوتر، فهو يفهم مشكله وراوتر، فيجي يقول لك انت عندك مشكله في الانترنت، اللي هو يستوعب اللي انت بتتكلم على الانترنت مثلا. وهكذا البوتس كانت شغاله بالطريقه دي، كانت معظمها بترد اجابات قصيره وسريعه، وعاده بعد 3-4 كونفرزيشنز رايحه راجعه بتقف عند هنا وتقول لك بص انا مش فاهمك قوي، هوصلك بحد حقيقي من خدمه العملاء يكمل معاك الكلام ده. الكلام ده كان لحد من 2-3 ليه؟ من 2-3 ظهرت شركة تسمى بتشات بوت. الشركة دي قدرت تعمل حاجة ولا بوت في العالم او ولا artificial intelligence ذكاء اصطناعي في العالم قدر يعملها، والحاجة دي ان هو يقدر يخلق conversation، كلام رايح جاي طويل بالباراجرافات 2 و3، لدرجه ان طلاب الجامعه بقوا يستعينوا بالشات بوت ده ان هو يكتب لهم ارتكلز. يعني مثلا ممكن تروح تقول له ايه رايك في غابات السافانا، هل هي بتطلع اكسجين كافي للارض ولا محتاجين نزرع غابات اكتر. فالاي اي بيكون عنده راي، بيكون عنده وجهه نظر ويشاركها معاك، هو مش مجرد معلومه بيجيبها من ويب سايت ويرزعها لك، لا هو بيجمع معلومات وبيخلق راي اي اي ويرد عليك ويقول لك انا رايي كذا. هو رأيه ده مبني على حاجات هو قراها، وآلاف الحاجات اللي هو قراها، بيشوف الحاجات المشهورة منها والحاجات اللي الناس موافقة عليها والحاجات اللي مش ناس موافقة عليها، وفي الآخر بيطلع برأي طبقا لبعض الناس. وده عامة احنا كبني آدمين بنعمل نفس الموضوع. انت لما حد يقولك مثلا الأهلي ولا الزمالك، انت بتشجع مين؟ انت لو عيلتك كلها أهلاوية بروبلي انت هتبقى أهلاوي، عشان انت معظم الناس بتشجع حاجة فانت تنتمي لده، فانت هتروح لهم. فالاي اي بتاع تشات بوت ده قدر يخلق رأي وقدر يرد ردود كبيرة ومحترمة. بس الموضوع ما وقفش عند كده. في يوتيوبر مشهور في التكنولوجيا اسمه ماركاز براونلي راح طلب من التشات بوت، قال لها لو سمحتي اكتبي لي سكريبت للايفون 14 برو ماركاز براونلي MKBHD هيقوله. راحت كتبت له سكريبت كبير محترم وفيه وجهات نظر حوالين الكاميرا وجوده الصور بتاعتها، وهل في ابجريدز عن الايفون 13 برو ولا لا، وهل يستاهل انك تشتري موبايل ده فعلا بناء على الحاجات الموجوده في الاسواق ولا لا. راي الاي اي كان راي فعلا مركز. الاي اي قدر يتفرج على كل فيديوهات ويترجم السكريبت بتاعها لكتابات ويقيم الراجل ده بيحب ايفون ولا لا، واغلب الظن هيعجب بيه ولا لا، وكتب له سكريبت محترم. ويا ريت الموضوع يكون واقف عند كده. الموضوع دخل في حته ثانيه
غريبه شويه، وهي الجرافيك ديزاين. يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز اشوف صوره رائد فضاء بيلعب جولف على القمر وفي قطه واقفه على كره الجولف، فالتشات اي اي ده بيخلق لك صوره مش موجوده في العالم، صورة بميكس من ارت موجود من فن كده، وصور مبنية مرمية على جوجل، على بيكسلز، على ويب سايتس ديزاين، على حاجات مختلفة، ويجمع صورة القطة ومش عارف ايه، وحسب علمه في الالوان وحسب علمه في الحاجات اللي تمشي مع بعض والحاجات اللي ما تمشيش، وبيخلق صورة ديزاينر ممكن يقعد يخلقها في 6 ساعات ايام، الاي اي بيعملها في دقايق، مجرد كمبيوتر قوي من غير بني ادم يكون قاعد عليه. ولو جيت سألتني الصور اللي بتطلع من الاي اي ده صور حلوه، صور ديزاين مظبوط، مش عك، مش حاجات بايظه. وعلى فكره موضوع الاي اي ده برده مش جديد في مجال الصور. فوتوشوب عاملين الماجيك اي اي اريسر، اللي انت لو في مثلا غلطه في الباك جراوند مثلا، عايز تشيل شريط الفيديو ده في البتاع، فانت بتاخد سكرين شوت من الفيديو، تروح الفوتوشوب تعمل سيلكت ليها، بعد كده بيعمل ريز لوحده من غير ما تعمل اي حاجه. بس كان في بني ادم قاعد ورا الكمبيوتر وقرر ان الشريط ده هو اللي مش عاجبه. ما بالك بقى الاي اي بقى عنده راي في ايه الحلو وايه الوحش، وهو اللي بيقرر وبيخلق الحاجات دي لوحده. دي حاجه مرعبه. فاضل 7 دقايق، نسيب تشات بوت على جنب شويه كده ونرجع للانزا اي اي، الابلكيشن اللي استخدمت نفس الكونسبت بتاع تشات بوت والعلم اللي موجود في العالم والصور عشان تخلق لنا صور ديزاين بتاعها فعلا حلو. انت لو رحت للارتست وقلت له لو سمحت اعمل لي بورتريت، تلاقيها هتدفع فيها على الاقل 1000 جنيه لو الارتست ده شاطر وشغله حلو، مش اقل من 1000 جنيه الصوره. ده برنامج بيعمل لك صور فعلا جميله ببلاش، ب 40 جنيه، 50 صوره ب 40 جنيه ولا حاجه. فاضل 5 دقايق وعايز احكي لكم على مشكله كبيره جدا موجوده في عالم لانزا اي اي وغيرها ابلكيشنز اللي بتجنريت ديزاينز، وهي ان كل الابلكيشنز دي حراميه. يعني ايه حراميه؟ يعني باختصار في حد ديزاينر عمل شكل الخشب ده، عمل ديزاين للخشب ده وقعد يرسمه وعمل تكستشر في الخشب وعمل حاجات شكلها حلو جدا. الصور هو لسه ما خلصش، شكلهم حلو قوي، شكلهم مخيف من كتر هم حلوين. عمل لي بودي بيلدر. انا عادي جدا، انا حطيت صوره واحده بس في الجيم اعمل له كده طلع لي كل الصور كده. فلما حد يتعب ويعمل ديزاين لفريم معين او يلون الوان معينه، الحاجات دي بتاخد وقت كتير قوي يا جماعه. انت الصوره الديزاين الاساسي ما بياخدش وقت غير الفريم والشغل اللي بيتعمل في الباك جراوند والشغل اللي بيتعمل في الصوره كأذا هول. فكل البرامج اللي شبه اللانز اي اي وغيرها من الحاجات هي حرفيا بتسرق الفريمز دي من الانترنت ومش بتدي اي كريدت لصاحب الفريمز. وحتى يا جماعه الموضوع بيوصل ان في بعض الصور للناس اللي زي لانز اي اي اللي عملوه صورهم جم بصوا على الصوره في الاخر لو امضه الارتست مكتوبه تحت على اليمين في الفريم. انت متخيل؟ وبعد كده لينز اي اكتشفوا الموضوع ده فبقوا يعملوا بلير للامضه بالارتفيشال انتليجنس. حاجه سرقه، حاجه واحد اشتغل وحط شغله عشان يتباع والتانيين سرقوه. الصور خلصت وقبل ما نفتحها عايز اقول لكم اخر معلومه. فاكرين ابلكيشن شات بوت اللي اتكلمت عليها؟ دي كانت ابلكيشن ايلون ماسك عملها في 2015 وكانت اوبن سورس. الابلكيشن دي كانت شغاله وبتحاول تكبر وبتحاول تعمل كل حاجه، ولكن ما كانتش شغاله قوي. ليه اتشهرت من شهر شهرين؟ لان بعد ما ايلون ماسك اشترى تويتر اداها كل الداتابيز بتاعه تويتر. اي حد بينزل صوره على تويتر كانت تقدر تدخل في الشات بوت ويقدر يعمل عليها افكار ويعمل عليها ديزاينز. الموضوع ده لما حصل الشات بوت بقى اذكى كتير ومرعب في ذكائه. بعد كده شفنا لانز اي اي اللي اغلب الظن هتكون بتاعه ايلون ماسك. خلينا نبص على الصور. جاهز؟ تعالى نفتح الصور. انا قلقان. نفتح مع بعض. انا مش قصدي حاجه بس هو لبسني انسان فرعوني. تصدق جامدين؟ تصدق فعلا جامدين؟ اكيرت قوي، الدقن مظبوطه قوي. ايه ده؟ ظابط الشعر وظابط حلوه دي، حلوه قوي دي. جامد. دي صورة الجيم. ده كان تيشيرت محترم من ماركه محترمه، ما كانش كده. بصوا يا جماعه حاجه مثلا زي الصوره دي، هتلاقي في الباك جراوند في هنا صوره جيش عامل كتير مش عارف ايه، دي هتلاقيها صوره حد رسمها فعلا، ده شغل ناس فعلا. فهو اخد الصوره دي ومجرد رماها في الباك جراوند وحطني عليها وظبط ملامحي عليها. على فكره هو برده مظبط الشعر حلو قوي، ولا الصوره شعري فيها بايظ ولا شكله وحش. يعني هو انا عندي 2 3 هنزلهم وش. بص دي جميله، عامل لي مهرجة هندي تقريبا ولا اوكي بس كده. ده كان فيديو النهارده على الترندز الموجوده مؤخرا، ترندز مخيفه الصراحه ان هي بقت موجوده في 2022، حاجه ترعب يعني. بس حابين احنا نغطي الموضوع ده بطريقه كتير مننا ممكن يكون يفهمها اكتر. لو عجب الفيديو تاكد انك تعمل لايك، تشترك في القناه، تابعنا على فيسبوك، واشوفكم في الفيديو. اشوفكم